البنت دي بتدخل على واحد وهو بيغير وبيقول لها انت مين، وبتقول له خبيني وهفهمك بعدين، وبتحضنه وبتستخبى في الجاكيت. وبيدخل الولد اللي بيدور عليها بس بيلاقي واحد وبيقفل الستاره، وبعد ما بيمشي بتشكره عشان انقذها وبيقول لها استني انا هكمل جميل وهطلعك بره. بعد كده بيخرج وهو مخبي البنت في الجاكيت، بس البياع بيوقفه وبيقول له فين حق الجاكيت، وبيطلع الفلوس وبيحاسبه وبيقول له انت مخبي ايه في الجاكيت، وبيقول له مش مخبي حاجه، بس بيصمم انه يفتشه. وفجاه بتخرج البنت من الجاكيت والبياع اتصدم لما شافها، وبيجي الولد اللي عايز يتجوزها بالعافيه وبياخدها وبيطلع يجري وبياخدها على محل الفساتين عشان تجيب فستان الفرح. بس بيطلع الولد وبيقول لها انا مش هسيبك تتجوز غصب عنك، والولد بيسمع صوت عندها، ولما بيروح يشوفها بيلاقي انها هربت وبيطلع يجري على الشارع عشان يلحقها. وبعد ما بيمشي بيطلع انهم مستخبيين، ومراته بتتصل بيه وبتقول له انت فين، وبيقول لها شويه وجاي. فالبنت بتطلع وبتقرب منه عشان مراته تنكد عليه وما روحش دلوقتي، وبيزعلها وبيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، وبتقول له معلش بس انت ما ينفعش تروح وتسيبني لوحدي. وبعد شويه بيفضلوا يهزروا مع بعض لحد ما بيحبوا بعض، والبنت بتنسى وبتنام. وبيدخل الولد اللي عايز يتجوزها بالعافيه وبيزعق معاها وبيقول لها انا هندمك على اللي انت بتعمليه ده. وبيجي الولد وبيقول له انا اللي هتجوزها ومش هخليك تتجوزها غصب عنها، وبيتخانق معاه وبيقول له انت عايز تتجوز مراتي. وصاحبه المحل بتيجي وبتضربه في رجله وبتوقعه وبتقول له الجواز مش بالعافيه، وبتقول له الولد ده شكلها بتحبك خدها وتتجوزها. وبياخد البنت وبيمشي، والبياع بتقول له انت مش هتمشي الا لما يجي البوليس.